أخبار خطيرة جدا ومستجدات مزلزلة في قضية اختفاء طفل هشام من دوار بوشفاعة بتازة. غادي تصدموا صراحة. قبل ما نسمعوا اخر الاخبار واخر المعطيات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني والاخوات مشاهدين قناه بوز بالدارجه، مرحبا بكم. نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في صحه جيده. الناس اللي مهتمين في هذه القضيه ديال الطفل المختطف هشام، نتمنى ديروا لنا اللايكات وتبارطاجوا هذا الفيديو هذا. وبالنسبه اللي مازال ما اشترك غادي يشترك معنا وغادي يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ملي غنشروا شي فيديو. كنهضر مع الناس اللي مهتمين الاوفياء ديال هذه القضيه ديال الطفل المختطف هشام. ديروا اللايكات باش نعرفوا باللي مازال متابعين معنا هذه القضيه وما غاديش تنسى حتى يلقاو الطفل ان شاء الله ويشدوا المجرمين. المهم اخر المعطيات واخر الاخبار اخواني والاخوات، يعني هناك معطيات خطيره، مستجدات خطيره يعني كتقلب جميع الموازين اخواني والاخوات، ونتمنى هذا الشيء يكون صحيح الاخواني والاخوات. اذا كان هذا الشيء صحيح يعني الفرج قريب، غادي يلقاو الطفل اخواني والاخوات. المهم غادي نخليكم مع هذه المقاطع ديال الفيديو اخواني والاخوات. فبعد الضجه اللي خلقتها واحد الخبر اللي توصلنا به واللي كيفيد ان واحد السيده بمدينه الدار البيضاء والراجل ديالها كان متهيبي وان هي اللي شرات يعني هذاك هشام، وهذا الشيء اللي كيخلينا نستنتجوا ان الخاطف فهو من طوال اخواني اخواتي. فبعد نشر هذا الخبر فقد تم اتصال يعني ما بين السلطات الامنيه سيدي الطرف الملك والامنيين، واللي اتصلوا يعني بالشرطه المدينه الدار البيضاء من اجل الكشف عن هذه الحقيقه، خصوصا بعد ذيك المكالمه اللي كانت ربطتها يعني هذه الشوافه يعني بعائله هشام. اكيد يعني الشرطه التقنيه يعني الخبره التقنيه بما فيها يعني الاتصالات اللي قايمه بالواجب ديالها ان شاء الله بحول الله، ويتم الكشف عن هذا الاتصال الهاتفي واللي تم اخبار العائله كما ذكرت بهذا الخبر. حنا الامل ديالنا حنا كنتمنوا من الله عز وجل اخواني اخواتي ان يكون هذا الخبر صحيح 100%، لان بغينا ان هذه العائله ترجع البسمه لهم، لانه معنا كثير وكثير جدا منذ بدايه الاختفاء ديال هشام. يعني صراحه يعني 60 يوم شهرين بالتمام والكمال كيفاش غيعيشوا هذه العائله، كيفاش غيتقبلوا خبر الاختفاء ديال الابن ديالهم من بعد ما استعصى يعني فك هذا اللغز. يعني السلطات الامنيه اللي كنحييهم هذا المنبر يعني المجهودات الجباره، يعني صراحه كيسهروا ليل نهار من اجل الكشف عن مول الفعل. اكيد الابحاث راهي جاريه يعني من اجل الكشف على مول الفعل الرئيسي اللي هو من داخل الدور. اخواني اخواتي ما يمكنش ان هشام يتخطف من وسط عائله العريس وكذلك عائله العروسه، خصوصا ان الاخبار اللي توصلنا بها مؤخرا كتاكد انه ما كان حتى شي براني يعني في تلك النهار ما كان حتى شي براني سوى العائلتين. اكيد هذاك الشخص عنده معرفه خاصه يعني بعائله هشام، كيعرف هذاك الاب هشام احق المعرفه، واستغل الفرصه حتى كانوا كيتغداو، كذلك الام هشام حتى كانت كتغدى يعني، وخلاو الولد يعني في امان الله. يعني دار واحد الثقه كبيره في العائله ديال العريس، وفي ذاك الوقت فين تم الاختطاف ديال هشام بشي طريقه ذكيه صراحه، اللي حتى شي واحد ما فطن وحتى شي واحد ما انتبه لهذا الاختفاء سوى العروسه اللي اكدت امام المحققين وقالت لهم بالحرف ان في ديك اللحظه الاختفاء قبل ما يتم اختطاف هشام سولات يعني العائله ديالها وسولات عائله العريس، قالت لهم فين هو هشام. هنا فين كانت الشكوك حول العروسه والتحقيق اللي كان واحد ساعات طويله كون انهم شكوا في الاول صراحه، ولكن يعني مع مرور الايام تم اكتشاف ان مول فعلا هو مازال مختفي ومازال هو من هذا الدوار، من بعد ما ظهرت مجموعه من يعني المستجدات اللي كتقول ان شوفه اللي مازال مختفيه حتى هي، واللي هي المشتبه الرئيسي في هذه القضيه. اخواننا الكرام، فاليوم عثرنا على يعني شخص من اصحاب الفرقه، والسبب اللي خلانا نعتقله هو انه كان اليوم غادي كذلك بطفل اخر من دوار زايد في اقليم تازه. وهذا الدوار هذا هو اللي عثروا عليه بعض العناصر انه غادي بواحد الوليد اللي مازال صغير، مازال في العمر ديالو كذلك عامين. بعد ما شدوا هاد الاشخاص هذا فاعترف لهم حتى بهشام كذلك وقال لهم جميع الاعترافات، والان معتقل عند السلطات الوطنيه، وان شاء الله غادي يكون واحد الفرج بسبب هشام، رغم ان الوالد ديالو كذلك اللي فقد الامل، رغم ان 3 شهور هو ما كيشوفش الابن ديالو، والام ديالو كذلك اللي صافي حسبت باللي الولد ديالها ضاع منها. والحمد لله فهذا يعني شحال من مره كنذكر لكم في الفيديوهات كنقول لكم ان شاء الله دابا نروح عند الله عزيزه، واحد النهار غادي يظهر لنا هشام. فاليوم بعد ما عثروا على صاحب القضيه واعترف لهم حتى بهشام، قال لهم ذاك الوليد هشام حتى حنا يعني كنا بسبب الاعتقال ديالو مير دوار بوشفاع، وقال لهم حتى السيد اللي دار لهم وقال لهم جميع العناصر اللي كانوا يعني دايرين واحد الخطه بسبب هشام. وهشام حنا كنشوفوه يعني مازال صغير، مازال ما يقدرش يغوت، يعني الوليد اللي عطيتيه غير شي حاجه في يده يقدر يتبع اي واحد حيت مازال صغير، مازال يلاه كيتمشى. والحمد لله فاليوم
تم الفرج بواحد الطريقه خياليه. يعني حنا ما كناش متوقعين انه يتكلم على هشام، فهو بنفسه تكلم على هشام وقال لنا حتى ذاك الوليد هشام حتى حنا كنا يعني بالاختفاء ديالو، قمنا بالاختفاء ديالو. فهذا الشيء هذا هو اللي انه فرحنا وفرح جميع الناس. واليوم الان حنا غادي نديروا جميع الابحاث وغادي نديروا جميع المعطيات باش اننا نوصلوا لهشام، رغم ان الاب ديالو كذلك عاش واحد المعاناه، وحتى العائله وحتى العريس كذلك اللي تورط في القضيه. وكما ذكر معني بالامر دابا، وكيقول باللي العريس او العروس او الاخ العروس ولا الاخ العريس ما كان عندهم حتى شي سبب في هذه القضيه، يعني ما كانت عندهم حتى شي دخله في هذه القضيه هذه. حنا اللي قمنا بهذا الشيء، وواحد من الدوار هو اللي اختطف هشام وداه الفرقه. وكذلك اخواننا الكرام حتى الشوافه كانت معهم في القضيه، وهي اللي جعلت ان الاب ديال هشام تلفاتو وما خلاتوش يقلب يعني في المكان اللي يقدر انه يعثر على هشام. فهذا الشيء هذا هو اللي انه تلف الاب ديال هشام وتلف حتى السلطات الوطنيه. أخبار خطيرة جدا ومستجدات مزلزلة في قضية اختفاء طفل هشام من دوار بوشفاعة بتازة. غادي تصدموا صراحة. كل شيء هذيك الهضرة اللي كنت كنقول لكم هي اللي وقفنا عليها اليوم الإخوان. خليكم معايا في هذا الفيديو هذا أكيد، ودائما فضلا وليس أمرا. غادي ندوز معاكم ديريكتومون للموضوع. كتعقلوا من اللي درت معاكم الفيديوهات السابقة، قلت لكم راه هذه القضية اللي خرجوا لينا أو هذه الإشاعة اللي طلقات لنا ديك الشوافة الغريبة والمريبة اللي اتصلت بالأب ديال هشام، حقا واحد الذهيبي لاباس عليه في الدار البيضاء حدا منطقة عين دياب، خدا لك الوليد ديالك هو ومراته. جاتنا حنا بيزاغ لأن قلنا في الدار البيضاء أو المدن اللي قريبة راه بالإمكان واحد الكوبل ما عندوش وليد صغيور او ما عندهمش بنيتي يتبناو بطريقه قانونيه بعيد على الاختطاف وهذه المشاكل. ولكن بعض الاصوات كيقول لك لا، يمكن هذه هي الحقيقه. اليوم كنتفاجئوا بخبر مزلزل انه تم اعتقال واحد الشخص الذي ينتمي لعصابه الكنوز. راه قلتها لكم، قلت لكم الطفل هشام راه زهري، ومع الاسف دوك الاطفال اللي تيكونوا زهريين يتم الاختطاف ديالهم باش يستعملوه قربان، باش يفتحوا دوك الكنوز. الله ياخذ فيهم الحق في هذا النهار هذا. ما في قلوبهم رحمه، ما في قلوبهم شفقه، كيتعداو على الوليدات والبنيتات الصغار. وما اكثر ضحايا الكنوز من الاطفال اللي تيكونوا زهريين. نصيحه لجميع الاباء والامهات، الى عندكم وليداتكم زهريين ردوا البال للوليدات والبنيتات ديالكم الى جات على خاطركم. كيف تم اعتقال هذا الشخص؟ القصه عجيبه ومريبه الاخوان. في نفس المنطقه، اسمعوني مزيان، في نفس المنطقه تقريبا نفس الدوار اللي تسرق منه هشام، شافوا بعض افراد هذيك القبيله او الافراد ديال المنطقه ولا ولاد الدوار، شافوا هذا الشخص اللي تم الاعتقال ديالو غادي بواحد الوليد عنده عامين. هشام دابا مسكين تسرق عنده عام ونص، هذا الوليد الاخر حتى هو عنده عامين. شكوا في الامر ديالو، جاهم القضيه ماشي هي هذيك، مشاو هجموا على هذاك السيد هذا تيكتشفوا انه مختطف هذاك الولد. قال لك تهجموا عليه، ضربوه كذا وقدموه للسلطات. وهنا غادي تعرفوا التفاصيل الصادمه والمزلزله صراحه على ان هذا الشخص المعتقل كيف كيقولوا الناس ديال الدوار حسب التصريحات اللي خرجت دابا على انه فعلا من عصابه الكنوز، وتم العثور معاه بعد على ذاك الوليد اللي سرق دابا عامين. جاب الله شافوه الناس غادي بعدا يردوه للوالدين ديالو. تخيل دابا حتى هو يمشي ضحيه من نفس المنطقه، يخبر ليه الاثار وتا واحد ما يعرف عليه شي حاجه. الامر خطير جدا ولا يجب السكوت على هذه السرقات، غير اللي عنده شي طفل زهري ولاو كيتربصوا به العصابات ديال الكنوز وكيجيو يتعداو ويهزوا وليدات ديال الناس. هذا الشيء ما يمكنش الاخوان. ولكن الاعترافات اللي قال هذا الشخص عند الضابطه القضائيه والدرك على انه اعترف على انه هو اللي هز هشام، هو اللي هز هشام. تخيلوا معايا الاخوان، اخبار صادمه وتقلب الاحداث راس على عقب في قضيه اختطاف طفل هشام بدوار بوشفاعه بتازه. ما كاين لا عائله ثريه، ما كاين لا عائله في الدار البيضاء، لا حقه فلان ذهيبي، لا عائله لاباس عليهم. قلتها لكم ملي كانت الشوافه اللي هي صدقات، قال لك من افراد العصابه. الناس كيخدموا باحترافيه وكانت كتعمد قال لك تدير هذوك الاتصالات والمكالمات الهاتفيه اللي كتقول للاب ديال هشام. غير مؤخرا وهي عليها مذكره بحث وطنيه على هذه الشوافه هذه، على انه قالت لي غير طمن على ولدك في ايادي امينه، مشى عند واحد الناس لاباس عليهم، ولدك راه رباه واحد الذهيبي، حقه واحد الناس مزيانين. بحال زعما بغات تقول لي غير نسى ولدك، راه كاين عند الناس لاباس عليهم راه غادي يتهلاو فيه. واخا يكون ما عرفتش شنو عندهم ديال الفلوس. الاب والام ديال هشام محروقين على ولدهم، باغيين يعرفوا ولدهم، باغيين يشوفوا ولدهم اكثر من شهرين باش تختطف، والسلطات قايمه باكثر من اللازم وحققت مع كاع الناس اللي كانوا في افراد هذاك العرس اللي كنتفاجئوا دابا بهذا الشخص هذا كيعترف. وبرافو على الولاد ديال الدوار، برافو لان شافوا معاه الوليد. والناس دابا تماك من خلال هذه القصه ديال هشام ولاو رادين البال، ولاو تيحضيو الصغيره والكبيره، ولات اي فتفوته اي ديتاي لا يجب ان يمر مرور الكرام، ولاو رادين البال. بحال هذاك مول الخنشه ملي حصلوه حتى هو في الغابه، هاز واحد الخنشه جاتهم غريبه، قاموا باخبار السلطات اللي اعتقلته على الفور. ولكن تبين على ان ديك الخنشه فيها معدات ديال العود وداك الماتيريال باش كيخدم بحكم انه تيخدم في الغابه، وثبت على انه حتى هو كان داك النهار في داك العرس او في داك الصبوح اللي كان في دار العريس. اذا وجب التحقيق معاه. ولكن هذا الشخص اللي تعتقل دابا راه بحال شي كنز ثمين، لانه غادي يعترف على افراد العصابه اللي قال لك ان الشوافه منهم معاهم في القضيه. عليها كانت كتعيط للاب ديال هشام وكتخليه توضرو، كدير ليه ديك التوهام، كدير ليه ديك التعتيم، وكتخرجهم على النطاق الصحيح او السياق الصحيح ديال الملف. والشخص اللي تقبط عليه قال بانه حسب التصريحات ديالو والله اعلم يا هو بغى يبرئ ديك عائله العريس. ولكن هذه القضيه ما عرفتش الاخوان، باقي ما داخلش ليا راسي، لان هذا السيد هذا كيقول زعما على ان عائله العريس بريئين ما عندهمش يد في هذا الشيء. ولكن هنا السؤال وعلامه الاستفهام الغريبه والمريبه على ان شكون اللي سلم هشام لهذا السيد هذا. واش هذا السيد هذا كان معروض حتى هو نهار هذاك الصباح؟ واش كان تماك؟ الا كان تماك هذيك هضره اخرى، الا كان الاعتقال ديالو او الا كان حاضر معاهم في ديك المناسبه اللي كانوا دايرين الصباح ديال العروسه وكان معروض، اذا الفرضيه او ليبوتيز الكبيره انه فعلا كان تماك ولقى واحد الغفله ما بين الناس والداخل والخارج. كتعرفوا العراس في العربيه، وسماك استغل ان الوليد كيلعب مع الوليدات وهزو. هذه القضيه او هاد لي ديتاي باقي ما عرفناش التفاصيل ديالها، باللي غادي نعرفوا التفاصيل غادي نوافيو
نعترفكم بها، ولكن هذا السيد كيقولوا على ان واحد من الدوار هو اللي اختطف هشام. اذا هنا ملي تنقولوا واحد من الدوار اذا هو اللي اختطف هشام حسب الهضره اللي خارجه دابا، وعطاه لاصحاب الكنوز اللي منهم هذا الشخص اللي تم الاعتقال ديالو حاليا وغادي يعترف، وكنتمنى انه يعترف على جميع افراد العصابه. كتكون عصابه كبيره، كتكون عصابه ممنهجه، كيعرفوا شنو كيديروا، خبثاء وخطيرين كيصيفطوا للشوافه، كتبقى تكذب على الاب في مكالمات هاتفيه. الا عقلتو دارت ليه واحد النهار ماراطوني مع مراسل وصحفي شوف تيفي كتقول ليه سير قلب ورا الصخره الفلانيه، سير شوف لك ورا هذا الجبل، ورا هذه الشجره، راه ولدك اللباس ديالو كاين تما، راه حوايج ولدك حكا تما، كلشي داكشي كان تتويه وكان تعتيم، وكانت كتوضرهم على النطاق الصحيح، على السياق الصحيح ديال القضيه. كي قلت لكم الا ثبت ان هذا السيد فعلا من هذه العصابه راه غادي يعترف على كل شيء، واللي كنتمناو وكنترجاو من هذا الشيء الاخوان، وبغيتكم تدعاو انه يتلقى داك الوليد هشام باقي على قيد الحياه. يا ربي يلقاو داك الوليد باقي حي، يا ربي ما يكونوش هاد الحقراء وهاد الناس اللي ما كيخافوش الله استعملوه قربان للكنوز ديالهم اللي طمع من القلوب ديال الناس سبحان الله العظيم، ولاو تيستعملوا اي واحد. الوليدات الصغار كيفاش كيجي قلبك تاخذو وتصفيها ليه لمجرد انك على كنز، راه لا الى الجهل جهل الاخوان. الواحد يوعى كما سمعتوا اخواني والاخوات في هذه المقاطع ديال الفيديو، اذا كان هذا الشيء صحيح يعني الفرج قريب ان شاء الله، ونتسناو يعني الخروج الرسمي ديال العائله ديال الطفل باش يعطيونا الاخبار. والسلام عليكم ورحمه الله.